ليبيانز هو مجموعة من الشباب الليبيين ينتجوا أفلام قصيرة تمس قضايا جيلهم بقالب كوميدي. وللحديث حول هذه الفكرة ننتقل إلى زميل علي كشادة الذي يستضيف أحد هؤلاء الشباب. صباح الخير علي. صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير اعتدال. نحن الآن في فقرة الصباحية من يوم الخميس، عادة هي فقرة قهوة الصباح. معي اليوم ضيفي الكريم السيد عبد الرحمن غيت، صاحب صفحة ذا ليبيانز في الفيسبوك. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. طيب ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. في البداية كيف جتكم الفكرة؟ والله انتم تمثلوا وتديروا صفحة في فيسبوك خاصة بالتمثيل. لا، هي مش فقط تمثيل بس، نديروا في فيديوهات احنا كوميدية، فيديوهات اكشن، فيديوهات رعب، لكن ما زال قاعدين ما درناش ابلود لحاجات زي هذه. عرفت انا من قبل كيف كنت صغير كنت نبي ندير افلام، فهمت؟ انت في الابتدائي يسالوا فيا الابلاد شو تبوا تولوا تكبروا، انت تكبروا شو تبوا تولوا؟ كلهم يبي يولوا مهندس، طيار، دكتور. فما عرفتش شنو انا. ذاك يوم اللي مات نتفرج على لورد اوف ذا رينجز فيلم، تم الفيلم اثر فيا لدرجه اني انا قلت هذا هو اللي نبي نديره متى نكبر. عرفت كم ليه الفيلم هذا حاضره يعني اول مره؟ في 2002 جابوه هو في من 2002 انك انت بعد 2002 قررت انك تمثل. لكن ما كانش في امكانيات. كنت نقرا في المدرسه الابتدائيه، فبدأت نكتب قصص، عرفت؟ قصص قصيره، نكتب قصص انجليزيه مكسره. المهم ونكتب حتى في كاريكاتير نرسم فيها. شاركت في مجلة الأمل، متعدد المواهب. شاركت في مجلة الأمل القديمة، هي مجلة زمان الله أعلم مرات تو قاعدة. وجاء داروا علي حلقة في برنامج اسمه حكايتي قبل، في أيامات كنت من المدرسة. بعدين فوتها وبعدين شريت كمبيوتر، بديت شنو ندير مونتاج. في برامج مونتاج واحد من التمثيل انطلقت للمونتاج. بعد مونتاج شريت كاميرا، حصلت كاميرا وبدأنا تو نبي نصور، لكن فوت أنا. بعدين جاء هذايا ولد جيراننا اسمه محمد عبد السلام يبي يدير حاجات زي هذه، وهو والشباب هذو دفوني شجعوني نرجع. فهمت؟ فوتها مضايقات، عرفت؟ في المدرسة واحد شجعوك الأهل، لكن لا في الأهل شجعوني بارك الله الأهل بصفة عامة يعني. والتشجيع الكبير كله جاي من محمد عبد السلام والأولاد اللي يديروا معي في الفيديو. الفيديوهات هذه تو كم ليكم تشتغلوا في هالمجال؟ في الصفحة ذا ليبيانز هذه فاتحينها من شهر 6 اللي فات، يعني جديد يعني في التمثيل. لكن ما شيني قرايه عندنا، عرفت؟ سيمسترات وواحد وضغط. هي في فترة الراحة عادة أو العطلات أكثر شيء تجيكم الفكرة وتطبقوها. في العطلة اللي فات درنا فيلم كامل جو 16 دقيقة طوله، لكن ما عرضناش على أي قناة. معك بعض من الشباب؟ معي في كم نفر؟ هم 5 أولاد احنا كلنا. أمير الغابر ومحمد عبد السلام ومحمد القاضي وسالم راسم الشديد وانا عبد الرحمن غيت. طبعا انا شاهدت خشيت امبارح لصفحتكم وقعدت نشوف بعض الفيديوهات، فعجبتني فكره ماذا يمكن ان تفعل. احكي لنا على شوي. هذيك شنو بارودي، عرفت؟ على جو فيديو في برنامج يجيبوا فيه اسمه دو اور داي، انت ماذا يمكن ان تفعل لو كان صارت لك موقف زي هذا. يجيبوا فيه في ناشونال جيوغرافيك. احنا قلنا نديروا حلقه لو كان انت في الامتحان وما عندكش ما تجاوب، مش مقاري، شنو هو الخيارات اللي ممكن تديرهم. فدرنا 3 خيارات وحاولنا نديرها بالتركيب، مونتاج، تصوير، تمثيل، طريقه ليبيه حلوه جد. حلوه جد، ولاقت اعجابه. خلي نشوفوها عندنا في التلفزيون او في القناه ومن بعد اكيد نرجع لكم. شكرا لك. أنت في قاعة الامتحان ورأسك فارغ ولديك أقل من نصف ساعة لحين انتهاء الامتحان. هذا يشبه الوقت الذي قضيته تدرس لهذه المادة. إذا كانت القاعة لا يوجد بها الكثير من المراقبين فربما لديك فرصة، لكن مع كثرة المراقبين سيكون ذلك أصعب. قم باختيارك. A. تطالب النجدة من صديقك. B. تبقى صامتا لحين انتهاء الامتحان. أو C. تقوم بالاستعانة بهاتفك. إذن ماذا يمكن أن تفعل؟ بعد أن أدركت بأن المادة ستبقى فربما تحاول أن تطلب النجدة من صديقك. أمير السؤال الأول، اعطيني الثاني.
حتى ولو تمكنت من طلب النجدة من صديقك فربما يكون من السوس. السابة يا رجل. يا أمير تلفت أمير. لذلك إذا اخترت طلب النجدة من صديقك قد تكون قد ارتكبت غلطة فادحة. لو قمت بوضع المنهج في هاتفك يمكنك الاستعانة به ومحاولة إيجاد أجوبة الأسئلة، لكن هل هذا حقا أفضل خيار لديك؟ إذا اخترت أن تستعين بهاتفك تكون قد حددت مصيرك. إذن ماذا يجب أن تفعل؟ إذا أردت أن تنجو من هذه المراقبة الصعبة والمخيفة فإن أفضل شيء تقوم به هو أن تبقى صامتا لحين انتهاء الامتحان. ابقى صامتا، هذا ما يجب أن تفعله إذا أردت أن تنجو من المراقبة. لذلك قم بتنزيلها السمستر القادم واقرأ المرة الجاية. بالعودة إلى عبد الرحمن غيث صاحب صفحة ذا ليبيانز في الفيسبوك، صفحة متخصصة بالتصوير وبالمونتاج وبالأفلام بمختلف مجالاتها. عبد الرحمن، في وجود ظل العديد من الصفحات في الفيسبوك زي ما نشاهدوا، طبعا أحد المتتابعين لصفحات الفيسبوك الخاصة بالتمثيل، باش تميزته؟ احنا التميز بتاعنا في التصوير بتاعنا قصدي احترافي، والمونتاج بتاعنا حتى هو مونتاج مليح، وما نحاولوش نلمس المواضيع اللي الصفحات كلها تتكلم عليها، عرفت؟ هذا هو. يعني على ماذا تميز أكثر شيء يعني تشوفوا فيه أنتم إنه هو يناسبكم، يعني حتى في قدراتكم في عطائكم؟ الكوميديا. كوميديا طبعا. الأفلام الرعب، ذكرت إن عندكم حتى أفلام رعب. الأفلام الرعب قاعدين ما حطيناش طبعا، لكن الكوميديا الأكشن قاعدين حتى هو ما درناش، لكن قصدي مدايرين في الفيلم معظمها مدايرين كوميديا وأكشن، وفي كلتا المجالين قصدي ممتاز. انت ذكرت قلت اللي ميزنا التصوير بتاعنا الكواليتي بتاعها كويس، يعني شارينا اجهزه كويسه. هي كاميرا واحده 600 دي بالعدسه بتاعها نفسها، هي المفروض ما تصورش بنفس العدسه، تشتري عدسه جديده، لكن تصور بنفس العدسه لان ما فيش ماديه، عرفت؟ طبعا هو انت عبد الرحمن اللي تنتج. انا عارفك عبد الرحمن لكن انت اللي تنتج. طبعا. هذه هي قصدي، لكن الصوت حتى تسجيل الصوت بتاعنا مليح، نخدموا بالمنحه للمنحه، عرفت؟ تنزل منحه نمشي نشربها معدات تصوير. يعني المنحه اللي تنزلكم مخصصينها المنحه الجامعيه بارك الله فيها لاشتراء بعض من النواقص. هذا هي. كم فيديو صورته؟ من 2000 من شهر 6 اللي فات لتو كم فيلم؟ ممكن 10 مش عارف، مش متاكد، لكن الفيلم قصدي افضل حاجه درناها وقاعدين ما حطيناش. كم يعني الفيديو كم مدة؟ 16 دقيقة. 16 دقيقة، هذا اللي صورتوه في العطلة. 16 دقيقة. الفيديوهات الثانية أطول واحد فيهم ممكن 5 دقائق بس ولا 3 دقائق. وضروري يكون الكادر كله موجود يمثل. طبعا. طبعا. كويس. الحمد لله. طبعا انت لما كنا تحت العواد ذكرت لي نقطة ان سألتني كيف تاخذوا في التصريح انكم تمشوا تصوروا في مضايقات. هلبة على حسب الفيديوهات اللي صورناهم برا الحوش كلهم ما عدا فيديو واحد بس يجوا يقولوا لنا وين عندكم تصريح وعلاش تصوروا واحد. في فيديو من الفيديوهات درناه على المنحة، صورناه قدام مصرف الجمهورية، جونا حتى هم طول في المشاهد الأخيرة كيف نبدأ نصورهم. أول ما صورنا المرة الأولى جونا طول السيارات وجونا قاعد يقول لنا كيف تصوروا عندكم تصريح ومش عارف شنو ولا وقعدنا نجيبوا فيهم بالكلام بالدواء، في الأخير خلونا نروحوا بالكاميرات، عرفت؟ لما نبوش هيك احنا ما خلوكمش تصوروا يعني. ما خلوناش. في هلبة حتى في الرياضية صورنا جونا مرتين شدونا في الجامعة. حضور الجماهير في الرياضية ولا؟ لا مش في الرياضية، وهم يلعبوا مية كبيرة الرياضية، عرفت؟ احنا نسكنوا بحدها فنعرفوا هلبة أماكن يعني مقيدين من ناحية التصوير. يبقوا كلهم تصريح، تو نحاول نحصلوا تصريح في المستقبل ان شاء الله. هو يعني عادة انك تمشي لصاحب، مثلا لو تحاب انك تصور في مقهى تمشي لصاحب مقهى وتكلمه وتقول له معلش اني بنصور، فاعتقد انه حيساعدك. يعني اي شخص او حتى شارع مثلا تبي تمشي تصور فيه، تكلم الجيران وتقول لهم معلش انا عندي كذا وتوضح لهم، بس على الاقل تنتهي حتى المضايقات اللي توصلكم. في عندي سؤال ثاني، في شركات انتاج طرقتوا الباب ان هي تنتجكم افلام؟ لا ما تواصلوش معنا ولا شركه انتاج الصراحه، لكن عندنا في دوا مع وزاره الثقافه تو حاليا شوي مش هذا.
على ما احنا مش كنا نبي نديروا مسلسل، كاتبين تو حاليا السكريبت والسكتشات نتاع الحلقات كلها 15 حلقه واتي، كلها واتي عرفت، ما زال شني البرودكشن نتاعها بس تصوير واحد. لكن احنا مشكلتنا ماديه، ما فيش ملابس كويسه، ما فيش معدات باش تصورها، اماكن، فشني واقفين والمنحه مش حتوفركم، ما فيش منحه، فبنستنوا بالك فيه نمشي للوزاره، بالك في حد يدعمنا. خاطبتم الوزاره انتم؟ ايه قلنا ديرنا مقترح تو بنديروا له ان شاء الله. انتم قاعدين ما درتوش مقترح؟ ايه لكن جهزتوا المسلسل؟ لا جهزنا فكرة الحلقات، المسلسل والحلقات، الحلقات كلها، سيناريو كتبتوا؟ سيناريو، الحوار، كل شيء. على شنو يتكلم؟ مخلط كل شيء، في حلقات اكشن، في حلقات رعب، لكن معظم الحلقات كل حلقه بحلقه. ايه مو هي حلقه تحكي على زي في مسلسل اسمه فوبيا يجيبوا فيه ليبيا، جو كل حلقه تحكي على حاجه باهي. احنا شنو معظمها مؤثر، فهمت؟ لان هذا اللي لاحظناه في ياثر على الناس، الحاجات اللي تاثر يحبوها الناس، عرفت؟ اي طبعا. هذه مؤثر وكوميدي وشويه اكشن شويه رعب كذا. ال10 فيديوهات اللي صورتوهم شنو قصصهم؟ معظمها مع القرايه، الدكتور كيف طالب مثلا يعني يجاوب غلط، في معاناه ان صح القول، معاناه الطالب، معظمها يعني اكثر شيء يعني عايشين انتم الشيء هذا. ما هذه هي طلبه تقنيه معلومات نقول. باهي سؤال ثاني، لو جتكم الفرصه انكم انتم مثلا تشاركوا في مسلسلات حتوافقوا؟ والله عادي، لكن انا قصدي من ناحيتي انا تمثيل ما مش مهتم به هلبا، نمثل في الفيديوهات نتاعي لان ما فيش هذاك الكادر الكبير، عرفت؟ جو ولكن موهبة التمثيل، يعني لو انت موهوب بالفعل بالتمثيل، فاي يعني عرض يجيك مثلا مسلسل، لربما حد من المنتجين يشاهد في الفيديو في صفحتكم ان اعجب بك ويعرض لك العرض. والله يلا غالب، مش الله غالب الله غالب هو، لكن شني هو لا تو ما جتكمش الفرصه، هي ما جتناش، لكن لو كان نجي نفكر في الموضوع ونشوف، عرفت؟ لكن انا مهتم بالاخراج والمونتاج اكثر. يعني انت يعني تشوف في نفسك انك انت مخرج وقسم الانتاج، يعني انا نبي نصنع الفن بتاعي، مش نصنع فن الناس الثانيه، فهمت؟ مرات يعجبك ايه مرات كان عجبني، يلا ندير عادي. والشباب اللي معك هم حاضرين، نوجه لهم تحيه طبعا. نفس الشيء فقط تمثيل بس؟ ايه لا، عندك محمد عبد السلام يشارك فيه، حتى هو يدير في الافكار، معظم الافكار القرايه يجيب فيها مو، والولاد الثانيين يمثلوا يحاولوا يمثلوا مليح، يتطوروا في كل فيديو ان شاء الله. صفحتكم كم فيها معجب؟ تو 11,000. 11,000 ما شاء الله، رقم. ايه لكن قصدي ما احنا مش عاطينها الاهتمام الكافي للصفحه، هذا علاش؟ امتحانات انتم تبوا تشهروا رواحكم، فمن الطبيعي انكم بتديروا اي شيء بحيث ان المشاهدين يشوفوكم. مو هذه هي اعلام ممول، توا اعلام ممول ما درناش حتى هو، لكن مو انا شنو ديما يقولوا بنديروا اعمال اعلام ممول، نقول لهم خلينا نديروا اعمال مليحه بعدين نديروا اعلام ممول، مش هيك قصدي 10 فيديوهات بس بتدير اعلام ممول. انت برايك لو ان مثلا ان اعمالكم مش حلوه تستضيفكم قناه النبأ؟ هذا بروحه يعني يعتبر انجاز. طبعا بالفعل ولا؟ بالفعل. باهي شنو تتمنى من ان مثلا لو منتج يشاهد فيك تو؟ يتواصلوا معنا. نبوا مساعدات ماديه بقدر الامكان باذن الله. طبعا تحتاج لمساعدات. مو هذه التصوير لازم يبي لك ميزانيه، بدايه المسلسل احنا عندنا قلب مشاهد، يبوا لك ملابس، يبوا لك معدات، يبوا لك حاجات، احنا ما فيش كيف نوفرها. عبد الرحمن غيث صاحب صفحة ذا ليبيانز في الفيسبوك، صفحة متخصصة بالتمثيل بمختلف أنواع، طبعا الكوميدي والأكشن زي ما حكيت لنا. نتمنى لكم كل التوفيق أنت وزملائك، شكرا لحضورك. بارك الله فيك. بالعودة إليك زميلتي اعتدال. شكرا لك علي، والشكر إلى ضيفك، شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا ونشاهد بعده.